السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حبايبي، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة الغريبة بطريقة سهلة جدا. وكل سنة وانتم طيبين عشان العيد. هنعملها مع بعض دلوقتي. بصوا، ده طبعا كيلو دقيق الكوثر، أنا بستعمله على طول، أو أي دقيق برضو صالح لجميع الأغراض. وعايزة كوبايتين سمنة، دي سمنة بلدي جاموسي بجد، عشان بتبقى تحفة بجد في الغريبة. عايزه اقول لكم، اللي عايز يستعمل سمنه بقري براحته برضو، بس الجاموسي بصراحه بتدي نتيجه احسن. زي ما احنا شايفين كده الهرم طبعا بتاع الغريبه. بصوا المقادير، هي طبعا الدقيق ده نخلناه، وطبعا السكر البودر دوت برضو نخلناه عشان ما يكونش فيه تكتلات، ومش عايزه فيه طبعا ايه يكون ناعم جدا، مش عايزه فيه طبعا يكون طبعا واحده خشنه ولا حاجه، عشان كده برضو بننخله. فهو هرم كده. بصوا ده هرم الغريبة، 4 دقيق و2 سمنة و1 سكر بس. هي دي المقادير. مقاديرها سهلة جدا، بتتعمل في 10 دقايق بصراحة يعني. سهلة جدا، اسهل حاجة، اسهل من الكحك والبيتي فور والسبلي بصوا كل حاجة حتى البسكويت. تعالوا بقى مع بعض نجيب بولة عشان نشوف هنعمل ايه. طبعا انا عايزة اقول لكم، بصوا السمنة بصوا من التلاجة خلاص تمام، عشان ما ينفعش نعملها تكون بدرجة حرارة الغرفة. لازم نحطها في الفريزر حتى ل10 دقايق، او في التلاجة نسيبها مثلا ساعة عشان تدينا نتيجة كويسة. دلوقتي كده جبنا البولة، دلوقتي بقى هننزل بالزبدة. بسم الله. طبعا بصوا، هي مش بتنزل، هنجيب كده طبعا سباتيولا او اي حاجة ننزل بيها، او معلقة. بصوا كده نزلنا بالكوبايتين السمنة، وبعد كده كوبايه السكر البودر. طبعا قلت لكم لازم يتنخل. دلوقتي بقى هنضرب بالمضرب الكهربائي لغايه ما تبقى كده يعني زي الكريم كده، تبقى كريمي. دلوقتي بقى كده هنضرب بالمضرب الكهربائي زي ما احنا شايفين كده. خلاص القوام بتاعها بقى كريمي زي ما احنا شايفين كده. بصوا عايزه اوريكم القوام بتاعها، بصوا بقى كريمي كده، بصوا زي القشطه كده. دلوقتي بقى هننزل بالاربع مجات الدقيق. هننزل كده بسم الله باول كوبايه. بص انا هنزل بالاربع مجات كوبايات على بعض. بصوا بسم الله، تاني اهو مج او كوبايه. ادي بسم الله 3 مج. ادي كده رابع مج كده تمام. نبدا بقى. بصوا كده، بصوا عايزه اقول لكم احسن من العجان او المضرب الكهربائي لما تعملوا بيه، لان ايدينا بتبقى بصوا دافيه بجد، بتخلي العجينه حلوه جدا. نلم بقى العجينه كلها كده ما تتلم معانا، نفضل برضو نبس فيها كده. بصوا كده العجينه اتلمت معانا، بصوا زي الفل بجد، طالعه تحفه تحفه تحفه. بصوا هنعملها كور بقى كده، هنعملها طبعا كور كده، هوريكم ازاي دلوقتي. وبعد كده بقى نحط فيها بقى اي حاجه انتوا عايزينها، مكسرات، فارماسي، اي حاجه. زي ما احنا شايفين كده انا عملته كور كده. طبعا بصوا هنا ده طبعا بونبون كده، او زي الفارماسي بيجي من عند مستلزمات الحلويات طبعا، ودي مكسرات زي ما احنا عارفين. اللي حابين تحطوه براحتكم. زي ما احنا شايفين كده بسم الله هناخد كده. بصوا بقى اي حاجه بقى انتوا عايزينها بسم الله. ناخد كده فستق، ناخد كمان زي ما احنا شايفين كده لوز. بصوا بقى براحتكم بقى اللي انتوا حابينه، فول لو عندكم اي حاجه. بصوا بقى هنكمل كل الكميه ديت، وبعد كده هنحطه في الفرن بقى على درجه حراره 160. بصوا مش هتاخد 5 دقايق، هي ما بتحمرش ولا من فوق ولا من تحت. زي ما احنا شايفين كده عملنا تاني صاج، ودي تالت صاج. دلوقتي هندخله الفرن زي ما قلت لكم على 160 حوالي كده 10 دقايق زي ما قلت لكم. ونبص عليه عشان هو ما بياخدش لون.
هي بتطلع كده زي ما هي. بصوا ده اول كده صاج طلع، بصوا طلع تحفة بجد تحفة. يبرد وهوريه لكم عشان هو سخن دلوقتي، وما نطلعهاش من الصاج الا لما تبرد عشان نحطها طبعا طبق التقديم او العلب اللي انتوا تحفظوها فيها. كل سنه وانتم طيبين، ما تنسوش اللايك وشير والاشتراك في القناه. عايزه اوريكم، بصوا هو كده بردت من تحت، بسم الله. بصوا بتطلع بيضه كده، ما بتاخدش لون، بجد طالعه تحفه تحفه. بصوا بجد طالعه ناعمه وتحفه جدا، يا ريت تجربوها بجد. كده تاني صاج بجد طالع برضو تحفه. بصوا هو بارد، عايزه اوريه لكم. بصوا بسم الله ما شاء الله، بصوا بجد دايبه دايبه. بصوا يا ريت تجربوها. بصوا بجد بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. بصوا طالع الكميه بجد بسم الله ما شاء الله. بصوا كل سنه وانتم طيبين، طالعه تحفه بجد، مش عارفه امسكها عشان ناعمه جدا بجد، يا ريت تجربوها. متنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه. كل سنه وانتم طيبين. طبعا عايزه اقول لكم تحفظوها في اي حاجه طبعا، ولو عندكم طبعا كده بصوا ديت بتحفظ حفظه اكل كده جميله، وطلعوا منها بقى براحتكم.